القبيلة والعيلة هما الكنز الحقيقي اللي عمره ما يخلص، وفي كل عيلة أسماء من ذهب. والنهاردة هيحكي لكم قصتي أنا المصري أبو دهب، ابن قبيلة الجميعات. ساعة ما تقول له من عيلة المصري يقول لك مرحبا أبو ذهب. أنا المصري يا بذهب ابن قبيلة العزة والكرم، نعلي الراية في وجه الريح ما يهزلها الألم، وسط الصحر وجيران قلوبنا شمس وطمع، ودروب الشرف نكتبها من الذهب والآثار. يا مصر يا وطن العزة دمك فينا حي ما يذبل، الأبطال قلوبها قوية والكل في حبك يكمل. قبيلة الجماعات طبعا أساسا كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، ونزحت مع القبائل. تعرف أن القبائل العربية دايما تحب التنقل والترحال، والقبائل العربية شبابها ورجالها بيمتازوا بالشجاعة والفرسنة، فعشان كده بيتنقلوا من مكان لمكان وبيفتحوا أماكن وبيفتحوها، وبعد ما بيفتحوها يا بيقعدوا فيها يا بيتنقلوا في مكان تاني. فانتقلت مثل باقي القبائل القبيلة الجماعات من شبه الجزيرة العربية إلى ليبيا، واستقرت في ليبيا. وبعد ما استقرت في ليبيا انتقلت إلى تونس، ورجعوا تاني على إقليم برقة في ليبيا. ولما رجعوا على ليبيا طبعا العرب دايما وياهم السعي اللي هو الغنم والإبل والماعز والكلام ده، فما لقوش المرعى الكافية لهم هناك، فنزحوا وجم على مصر، على النيل طبعا، وبلد الخير والأمن والأمان مصر. وأول من دخل يعني تقريبا الجماعات دخلوا مصر قبل أولاد علي بحوالي 70 سنة، دخلوا في أواخر القرن ال18، وصلوا مصر في أواخر القرن ال18 من حوالي 760-780 سنة، وسبقوا أولاد علي ب70 سنة. ده بالنسبة لقبيلة الجماعات. واستقروا طبعا، والجماعات لما جم من شبه الجزيرة العربية طبعا إخواتهم ولاد سليمان والقطعان. أولاد سليمان لما جم في ليبيا وحبوا يقسموا الرزق بتاعهم يعني، أو الورث بتاعهم اللي ورثوه اللي هو الإبل والغنم والماعز، أولاد سليمان اختاروا الإبل. أولاد سليمان اختاروا الإبل لأن الإبل تتحمل العطش، سفينة الصحراء، وتتحمل الطبيعة الصحراوية. فأولاد سليمان لما اختاروا الإبل استقروا في ليبيا، استوطنوا في ليبيا، استوطنوا في هون وسبها وهراوة. وأنا زرت الشيخ محمد علي في سبها من زمان من فترة، وكنا في ضيافته وكان عازمنا يعني هناك. فاستقروا أولاد سليمان في ليبيا، وفي منهم طبعا موجود هنا في مصر، وموجود منهم في الفيوم، بس طبعا الأكثر في ليبيا. الجماعات اختاروا الحولي. الحولي ما يتحملش اللوية، ما يتحملش العطش والجوع. اللوية يعني العطش والجوع. فنزحوا وجم على بر مصر اللي هو زي ما قلنا بر الخير والأمان، وعلى وادي النيل. القطعان اخواتنا طبعا اختاروا العنزة أو الجد، ومنهم استقر مجموعة في ليبيا في قصر جدي قبل طبرق بشوية، ومنهم استقر في بنغازي، ومنهم استقر هنا في البحيرة. طبعا الجماعات زي ما احنا عارفين ان هم جمعة خلف 7 بيوت، اللي هو شطور والجواسم. بلاش نبدأ بالخلافات لأن احنا عيلة المصري خلافات عشان ما يقولوش تحيز. طبعا أنا عارف إخواتنا العرب يعني كلهم حبايبي طبعا،
جميع عواجل ومشايخ وعمد القبيلة الجماعات بالكامل لهم كل التقدير والاحترام بالكامل، في الصحراء وفي الفيوم وفي الصعيد وفي البحيرة، اللي هم السبعة اللي خلفهم جمعة، اللي هم طبعا زي ما قلنا الشطور، والشطور دي أكبر عدد في قبيلة الجماعات، وموجودين في الضبعة ومرسى مطروح بكثرة. الشطور والموسى والجواسم والبكاكرة والولاد عيسى والخلفات، والجواسم طبعا. الجواسم طبعا موجودين في الضبعة وفي اسكندرية، وولاد عيسى موجودين في اسكندرية وفي البحيرة، واحنا يا خلفات موجودين بكثرة هنا ومتمركزين في البحيرة، في أبو حمص. هو طبعا حتى لقب أبو ذهب ده حتى في الصحراء بالكامل وعند جميع الجماعات وعند ولاد علي بالكامل. ساعة ما تقول له من المصري يقول لك مرحبا أبو ذهب. الهنداوي ده كان طبعا لما جه قعد هنا في البحيرة في أبو حمص، فطبعا ما كانش فيه الفلل والكلام ده والقصور والكلام ده، فكان في بيت الشعر اللي هو بيت العرب أو الخيمة البدوية عشان نبسطوها للشباب برضه. فكان الهنداوي قاعد في الخيمة بتاعته أو في بيت الشعر بتاعه أو في الخيمة البدوية بتاعته. فالمهم الملتزم أو الجامع، ودي كانت الناس مفكرة قصة اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع، ليس الجامع بيت الله، إنما على جامع الجزية. الله على جامع الجزية وليس جامع بيت الله. يقول لك اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع. الناس طبعا بتعتقد ان يحرم على الجامع اللي هو بيت الله. لا، المصريين عندهم من التقوى والورع ان هم يبيع لحمه ودمه عشان خاطر بيت الله. فكان الجامع ده اللي بيلم الفلوس، اللي هو الملتزم زي ما بنقوله يعني. فالملتزم لف في البحيرة لما شهر بتاع، كان بيدوله 3 شهور زمان، 3 شهور يلم فيها الجزيرة، ما لمش الكلام ده. وكان اللي بيروح القاهرة من غير ما يلم الجزية أو بيجيب الفرض اللي مفروض عليه، كان طبعا يعني على طول السيف أصدق أنباء من الكتب، بالسيف على طول، واخد بال حضرتك. فلف داخل، جاء هنا عند الهنداوي، السلام عليكم يا شيخ العرب، قال له السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. وكان طبعا وما زال موجود في عادات وتقاليد العرب، وأعتقد ما زالت موجودة، إن الضيف أنت بتسأله بعد 3 أيام، بياخد ضيافته 3 أيام. بس دلوقتي بقى طبعا مع الموبايل والسرعة قالوا أنا جاي لك خير. كان الضيف ياخد واجبه 3 أيام تسأله، مش واجبه، بعد 3 أيام تسأله تقول له خير أؤمر. وواجب الضيافة 40 يوم، واجب الضيافة 40 يوم. احنا كان عندنا في واجب الضيافة هنا الملك إدريس السنوسي، وهنكملوها بس بعد ما نخلصوا أبو الدهب. فبعد 3 أيام جدي سأله خير، قال له أنا الملتزم أو الجامع والكلام ده، ولفيت البحيرة ما فيش أبيض يا ورد، ما خدتش حاجة خالص، وما أقدرش أرجع القاهرة. فقال له ولا يهمك، اللي أنت عايزه حاضر. بعد ما خد ضيافته بالكامل طلع له 2 كيس ذهب أو 3 أكياس ذهب، بتتناقل الروايات ما بين 2 أو 3 أكياس ذهب، واداهم له. طبعا يعني كده هيبقى متفوق على كل الملتزمين في مصر، في جمهورية مصر العربية أو المملكة المصرية ساعتها. ما توقعش الكلام ده، انبسط طبعا خالص، وراح للخديوي، السلام عليك السلام، ايه جبت؟ قال له اتفضل. ما شاء الله تمام. قال له لا، ده وراها قصة لازم نحكيها لك، انا ما جمعتش، ده من واحد. القصة ايه؟ حكى له قصة في حد في البحيرة اسمه الهنداوي، وحصل كذا وكذا، واكرمني وفي الضيافة واداني حصان، واداني اكل للحصان عشان نكمل المسيرة والكلام ده كله. فقالوا ضروري نشوفوا الهنداوي ده.
ضروري يشوفوا الهنداوي. شافوا الهنداوي يعني ساعتها جوله زيارة أو زاروه أو كده يعني. والملك لقبه، قال لهم مين ده؟ أبو الدهب، هو ده اللي بعت الذهب. فتمت بقى اسم أبو ذهب، أبو الدهب الهنداوي أبو ذهب. وأبو ذهب ده شهرة وليس اسم، الهنداوي أبو ذهب. كان ساعتها طبعا يعني الملك أو الخديوي يعني موجود في القاهرة، والهنداوي راح في استضافته هناك، وتوالت الأحداث بالكامل إلى أن وصلنا لتكريم من الملك للهنداوي، وتكريم لأبناء المصري، يعني وصلنا للي احنا وصلنا له. أنا بنختصر في الكلام لأن طبعا على رأي الشاعر عبد القوي المصري ابن عمي كان بيقول: يملا ويجف الأبحار وما الحديث عليه كمال. فإحنا بنقوله الكلام ده كله. وقصة إنه كان وجود الملك إدريس السنوسي هنا، كان هنا في استضافة مسعود بيه المصري. والاثنين اللي خدوا البهوية من عيلة المصري اثنين. خدها الأول مسعود بيه المصري اللي هو طبعا جدنا أو جدي وجدنا كلنا، وبعد منها خدها سعد بيه المصري. فاللي خد البهوية مسعود بيه المصري وسعد بيه المصري. سعد بيه المصري. مسعود اللي هو ابنه صالح وكيلاني وعبد الحليم ومصري. ومسعود كان مخلف 7-8 رجالة و7-8 بنات يعني مسعود. وسعد بيه طبعا اللي هو أخلف جاسم بيه، واللي هو سليل طاهر بيه المصري اللي هو كعضو مجلس الشورى طبعا. والكلام ده كله موجود. فأنا حاضر الكلام ده وشفته، يعني مش حاضره يعني بعد ما في سنة حاجة و60 كان بيزورنا وزير الإعلام الليبي. كان أنا متذكر اسمه كويس جدا، كان اسمه أحمد الهوني. أحمد الهوني كان وزير إعلام في ليبيا. وكان لما ينزل مصر هنا يعني كل سنة كل سنتين يجي يسلم على بابا الله يرحمه ويسامحه اللي هو صالح المصري، اللي هو تطرقنا للحديث عنه، إن الشاعر الكبير صالح المصري، وابنه طبعا عميد المجالس العرفية الأستاذ محمد صالح المصري والشاعر الكبير طبعا. فصالح المصري نبذة بسيطة عنه، ولنا لقاء عنه كامل وتحت أمركم، عنه وعن محمد صالح المصري وعن دواوينهم وأشعارهم. صالح المصري من أشهر الشعراء جمهورية مصر العربية، وله دواوين ومجلدات مطبوعة وانطبعت وما زالت تحت الطبع، في حاجات بتنطبع. وهو كان طبعا أول شاعر مصري مسلم يقول قصيدة في الكاتدرائية في العباسية في القاهرة. وكانت القصيدة اسمها مع الله في الكون. قصيدة كانت اسمها مع الله في الكون، وكرم عليها من سيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اداله ميدالية ذهبية. ومحمد طبعا أستاذ محمد صالح المصري أخويا الكبير طبعا له دواوين وله حاجات بتنطبع ومطبوعة، ودواوينه موجودة طبعا. مش هنحرق الكلام ده، هنقولوها في وقته. أنا المصري يا بذهب بدنا قبالة العزة والكرم، نعلي الراية في وجه الريح ما يهزلها الألم، وسط الصحر وجيران قلوبنا شمس وطلع، ودوب الشرف نكتبها من الذهب والآثار. يا مصر يا وطن العزة دمك فينا حي ما يقبل، الأبطال قلوبها قوية والكل في حبك يكمل.
نواجه المصاعب ما نلوم، كلنا كواكب في سمائك نحمي الأجيال وندوم، نفدي ترابك بالغالي ونسم مستقبلك الزاهي، كل صخرة وكل حبة رمل تشهد بحبنا للباقي. يا مصر يا وطني العزة دمك فينا حي ما يذبل، الأبطال قلوبها قوية والكل في حبك يكمل.